السلام عليكم، معكم كوتش جواد الشافي. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. بما ان شهر رمضان الفاضل على الابواب، فلا دخلوا عليكم وعلينا على جميع الامه الاسلاميه بالصحه والسلامه. تقبل الله صيامنا وقيامنا وغفر الله ذنوبنا. في هذا الفيديو حاولت نقسم على ثلاث فئات اللي كيمارسوا الرياضه. كاين الفئه الاولى اللي كتمارس الرياضه بشكل منتظم، وكيجي رمضان وكتمارس فيه الرياضه، يعني ما كتقطعش الرياضه في رمضان. وكاين الفئه الثانيه اللي كتمارس الرياضه العام كامل، ولكن ما كيجي رمضان كتنقطع على ممارسه الرياضه. وكاين الفئه الثالثه اللي اول مره غتمارس الرياضه كتبداها برمضان. ففي هذا الفيديو هذا في نصائح ومعلومات مهمه، حاول تتبعوا من الاول حتى الاخر وان شاء الله غتستافد. وحاول تبارطاجي مع صحابك، ولا عجبك هذا الفيديو دير لايك، دير شي كومونتير زوين. ولكن اول مره تشوف القناه ديالتي حاول تشارك فيها ان شاء الله، وتلقى فيها بزاف فيديوهات بزاف اللي غيعجبوك. نبداو بالفئه اللي كتمارس الرياضه بشكل منتظم وما كتنقاطعش في شهر رمضان. اول حاجه خاص تعرفوا ان رمضان كتغير فيه التوقيت ديال الماكله، وفي رمضان كيتغير فيه التوقيت ديال النوم، يعني كيقل فيه النوم. يعني رمضان لانه شهر ديال القيام، خاصنا نبقى نصليو، يعني كنصليو الاوقات العاديه وكنصليو القيام بالليل. فرمضان كتغير فيه التوقيت ديال الماكله، لان كناكلوا غير في العشيه او في الليل، ما كناكلوش بالنهار. وثاني حاجه كتغير فيه حتى نوعيه الاكل. وفي رمضان كيكثر فيه السهر، يعني كيولي واحد الارهاق ديال قله الناس. فالناس اللي كيمارسوا الرياضه بشكل منتظم فكيدوز عندهم رمضان بواحد الطريقه سلسه زوين، لان عندهم واحد اللياقه بدنيه، و ميم طون كيحافظوا على لا فورم ديالهم. يعني ملي كيكونوا ترينيو وكيجي رمضان ما كيحبسوش الرياضه، ولكن اش كيوقع لهم؟ ما كيحبسوش الرياضه. هذيك الرياضه اللي ترينيو بها العام كامل كتساعد على انهم يصوموا رمضان بواحد الطريقه زوينه وسهله. ولكن ملي كيمارسوا الرياضه في رمضان فراه كتبقى اللياقه ديالهم ستابل، يعني ما كطيحش اللياقه ديالهم رغم ان كيتزاد الصهير وكيتزاد كل شيء. وثاني حاجه وانهم كيحافظوا على لا فورم ديالهم، يعني من بعد رمضان ما كيتخسرش لهم لا فورم ديالهم، سواء النساء اللي كيمارسوا الايروبيكس، سواء الرجال اللي كيمارسوا اللياقه البدنيه او الكمال الجسماني او اي رياضه حربيه او كره القدم. فاللي كيمارس الرياضه في رمضان راه كيحافظ على الطراوه البدنيه ديالو، وكيحافظ على اللياقه البدنيه ديالو، و ميم طون كيحرق هذوك السكريات الزايده، لان الطابله والمائده في رمضان كتكون متنوعه. فبطبيعه الحال البنات كيكون صايم كيتشهى كياكل، فكتحرق هذيك الرياضه، كتحرق ليه وكتخلي ليه هذوك السكريات الزايدين اللي كيأثروا على الصحه ديالته كيتحرقوا. فاللي كيمارس الرياضه بشكل منتظم وما كيحبسهاش في رمضان فراه كيحافظ على اللياقه ديالو، بالعكس كتزاد قوه من بعد رمضان. كيلقى راسو انه ما ضيعش لا فورم ديالو، وان مازال عنده النيفو كيف كان قبل رمضان وما تاثر بحتى حاجه. وحتى انه ملي كيبقى يتريني ملي كيسالي رمضان كيجي لاصال ولا النادي ولا اي حاجه كيمارسها كتجي عادي، لانه ولف كيمارسها يعني العام كامل. فالناس اللي كيمارسوا الرياضه في رمضان وكيمارسوا الرياضه لمده عام كامل ما كيقطعوش، فهادو كيحافظوا على اللياقه ديالهم، والحمد لله كيكون الجسم ديالهم واللياقه ديالهم في واحد الشكل اللي هو تصاعدي. دابا غنتكلموا على اللي كيمارس الرياضه ولكن كيقطعها في رمضان. اشنو كيوقع ليه؟ اول حاجه خاص تعرف انك انت كدير واحد المجهود ما بين شهر شهرين 3 شهور باش كتشد له ريتم بالسبور. الريتم الرياضي باش كتشديه خاصك ديباسي 2 موا. مثلا حنا ندوي على النساء كيمارسوا ايروبيك مثلا، راه باش تجيري الحصه وتقد تصبر المجهود ديال الحصه، سواء حصه كارديو سواء حصه عندها علاقه بالعضلات، عندها علاقه بتمارين البطن، اي حاجه، فراه كديباسي 2 موا باش كتبدا تشدي له ريتم. فما كتمارسي الرياضه لمده عام كامل وكيقرب رمضان ولا كيدخل شهر رمضان وكتنحبس الرياضه، كي قلت لكم في الاول ان رمضان كتغير فيه التوقيت ديال الماكله، وكتغير فيه نوعيه الماكله، وكتغير فيه التوقيت ديال النوم. فاشنو كيوقع لك؟ فهذاك الشيء كامل اللي ترينيتيه في المده العام كامل كيجي حتى رمضان وكتصدق مضيعيه. كتضيع اول حاجه لانك تزاد، كي قلت لكم الماكله كيكون فيها السكريات، كيكون فيها الحوايج ما كنقدروش نجيروا الماكله في رمضان، لان بطبيعه الحال كيكون صايم. فراه اما كيتزاد الوزن ديالك، اما كتزيد ضعاف. كاين اللي ترينا الرياضه باش كيغلط كيزيد ضعاف. ثاني حاجه بدات تكون في واحد الريتم، ولفت انها كتريني كتحرق، ما بقاش كتحرق. فهذا الشيء كامل غيكون عنده واحد التضاعفات من بعد، ما تحسش بها في رمضان، غتحس بها من بعد رمضان. غيولي عندك ترهلات في العضلات، غيولي عندك واحد انتفاخ بطن، غيولي عندك انك اللياقه البدنيه تحس بها انه مابقاش كيديك، غادا تعيا في الدروج، غادا تعيا في المشيان، غادا تحس بان الصوم ماشي، ما كتحس راسك انك تصايم وانت في واحد اللياقه اللي هي عاليه. فنصيحه من عندي لك،
انك ما تقطعش الرياضه في رمضان. حاول تريني على الاقل 30 دقيقه في 48 ساعه، يعني حصه كتكون حصه نهار نهار لا، في ديك الحصه تريني على الاقل واخا نص ساعه باش نحافظ على اللياقه ديالتي كي قلت لكم بالنسبه للفئه اللي كتمارس الرياضه لمده منتظمه. وثاني حاجه هو انني انا ما نضيعش المجهود كامل ديال العام كامل على شهر. علاش؟ شنو هو السبب؟ هو انني رمضان كيصوموا فيه الناس اللي غنمشي نصلي. لا، راه حتى الصلاه هي هي عباده ومن طول هي حركه رياضيه. راه باش كتمارس الصلاه وتمارسها بواحد الطريقه اللي هي مزيانه خاصك تكون عندك واحد اللياقه بدنيه. فالسبور ماشي السبور عندها واحد التوقيت ديالها، الصلاه عندها واحد التوقيت ديالها، الصوم عنده واحد التوقيت ديالو. كي قلت لكم في الفيديو السابق درتو العام الاول عنده علاقه بالتوقيت الرياضه في رمضان. فانني انايا غنمارس الرياضه ساعتين ونص، انا كنصح ديما ساعتين ونص من بعد الافطار تمارس الرياضه بواحد الشكل زوين، انا تكون قادر انك تريني وتشرب الماء ومن بعد تحرق الشيء اللي فطرتي به. الا كنتي ما قادرش تريني من بعد الافطار وكان عندك واحد الظروف اللي ما تساعدك انك تريني بعد الافطار، فانك خاصك تريني بعد قبل الافطار، ولكن تريني بواحد الشكل اللي هو تركز على العضلات اكثر من الكارديو، تحرق العضلات، يعني تخدم العضلات اكثر من انك تريني حركات اللي هما كيطلبوا السفل. علاش؟ لانك تكون صايم، كتكون ديجا ذاتك منهكه، كاين اللي خدام خصو يخرج من الخدمه وما ناعش مزيان بالليل، ما يمكنش يبذل واحد المجهود ديال الرياضه قبل الافطار. فحاول يدير حركات رياضيه عندهم علاقه بالعضلات على الاقل باش يحافظ على العضلات ديالو قويه وغيتقوى اكثر تكون، لكن تكون جيز الافطار، يعني غتكمل الحصه يكون غيأذن الافطار. ف الناس اللي كيحبسوا السبور في رمضان راكم مأكدين انكم راه ما تقدرش تريني بعد رمضان، العول غتريني حتى 3 شهور من بعد رمضان، لان ما غيسالي رمضان غتلقى راسك انك انت ما عندكش هذيك الرغبه ولا عندك هذيك النشاط اللي كان عندك قبل. فغيجيك النادي باش تمشي ليه غيجيك بعيد ويجيك صعيب انك ترجع تريني، لانك عارف راسك انك فقدتي اللياقه فقدتي الطاقه. فغتقول ثاني غنمشي ثاني خاصني واحد شهرين اخرى ولا 3 شهور باش نرجع اللياقه. فنصيحه من عندي لك انك ما تقطعش الرياضه في رمضان، حاول تريني واخا مده قليله مده قصيره، ولكن ما تقطعش الرياضه في رمضان. دابا غنتكلموا على الفئه اللي كتمارس الرياضه في رمضان، كتبدا ممارسه الرياضه في رمضان، مع عمرهم ترينا بداو الرياضه برمضان، مزيان ماشي عيب انهم يمارسوا الرياضه انهم في هذا الشهر هذا، لان الرياضه مهمه في رمضان والرياضه مهمه ديما. ولكن ما تحاولوش تقلدوا النيفو ديال الناس اللي ديجا هما كيمارسوا الرياضه قبل رمضان، ما تمشيش في الريتم ديالهم، لا نتريني غير شويه عليا. وكي قلت لكم احسن توقيت هو ساعتين ونص بعد الافطار، نتريني غير شويه عليا. ما نقولش انا ولا صافي دابا مزيان خصني نتريني، ولا مثلا نتريني قبل الافطار نقول خصني نلعب ماتش كره ولا نلعب ولا نجري، راه صاحبي تو كيجري، هذاك صاحبي اللي كيجري راه ديجا هو كيجري قبل رمضان، راه ديجا مولف عنده واحد الريتم كارديو عالي، عنده قلبه مولف على يعني قلبه شد واحد النيفو مزيان، الرئتين ديالو شدوا واحد النيفو السفل. فلا باغي نمارس الرياضه في رمضان اول مره غنبداها برمضان، نتريني بواحد الطريقه اللي هي خفيفه، ونحاول نتبع مع شي كوتش، نحاول نطبق تعليمات الكوتش باش على الاقل ما غيسالي رمضان غتبدا في السبور وانت بواحد الريتم اللي هو درجه ماشي نهار الاول ولا السيمانه الاولى نبدا بواحد الريتم عالي غتهلك غير الصحه ديالك وتكون عندك واحد العواقب وخيمه. فما عليك الا تمارس الرياضه بطريقه بحال الكوتش ولا نصائح ديال التعليم ديال شي كوتش، ومن طون نتيني بواحد الريتم بشويه ما نزربش وما نقلبش الناس اللي كيترينوا الرياضه بشكل منتظم. حاولت في هذا الفيديو هذا نعطيكم نصائح مهمه على قبل الرياضه، لان الرياضه مهمه بزاف، والناس اللي كيمارسوا الرياضه كي قلت لكم بشكل منتظم هذوك ما نخافش عليهم، غيبقاو يحافظوا على اللياقه ديالهم. الناس اللي كيقطعوا الرياضه اتونسيون، راه رمضان ما كتبطلش غير رياضه شهر واحد، كتزق مبطل شهرين 3 شهور، تقدر تبطل حتى عام اخر. فحشو ما تضيع الجهود ديال العام كامل تضيع على قبل شهر. ومن طون الناس اللي كيبداو الرياضه اول مره في رمضان، فكي قلت لكم سيروا ايطاب بار ايطاب، سير غير بشويه بشويه وان شاء الله غتشد الريتم مزيان وغتبقى تريني لمده عام كامل. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، مرحبا بكم في القناه ديالي قناه جواد الشافي، وان شاء الله مازال ندير فيديوهات بزاف عندهم علاقه بالصوم، عندهم علاقه بالرياضه، وعندهم نديروا التمارين الرياضيه اصلا. ولا عندك اي حاجه واي استفسار اكتب لي في الكومنتات تحت. اللي عجبك الفيديو بارطاجيه مع صحابكم، دير لي لايك، ونتمنى نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. مرحبا بكم.